انا مش عارف الناس دي شغالة ازاي. الناس دي قلبها زي الحديد. بس انا بوعد حضراتكم الورق ده هيكون في تفتيش المحافظة باكر بإذن الله، والمحافظة هي اللي هتشوف هل المعاينات دي صح ولا بالحب. دي حاجة. الأوراق التانية دي احنا بنتعامل بترخيص رخص اهي، معمولة رخرة بالحب، ورق وشوارع ومباني بس على الهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد من جوه الحدث. التعليم الخاص. ايه التعليم الخاص؟ ابنائنا في الصغر اما ولي الامر بيجي يقدم له يلاقي الولد ناقص شهر 2 3 4 5 6، ما بينفعش يقبل في التعليم العام، فبيضطر يلجأ يوديه تعليم خاص. يجي ولي الامر بعد سنة بعد 2 يعمل لعبة جميلة كده، يقول لك انا عايز اجيب الواد من التعليم الخاص اوديه التعليم العام. ما خلاص، ما احنا عملنا اللعبة بتاعتنا في الاول وقضينا سنة 2 3، نوديه بقى يكمل في التعليم العام. طب يعمل ايه؟ المفروض بيقدم مذكرة لاسم الشرطة. الشرطة بتبدأ تخاطب الوحدات المحلية ورؤساء المدن برجاء عمل معاينة للمذكور ده، لأن بيقول إن بيته واقع عليه وفيه تصدعات والسقف هيقع عليه وظروفه واقعة تحت الصفر، كل الكلام ده بيتقال. المفروض بيتم المعاينة الحقيقية من الوحدة المحلية، وتبدأ الوحدة المحلية تصدرها مرة أخرى للشرطة، والشرطة تصدرها للنيابة، والنيابة تصدر قرارها في هذا الأمر للإدارات التعليمية. بس الكلام ده الفترة دي ما بيحصلش. طب إيه اللي بيحصل؟ الناس دي بتروح تعمل مذكرة في اسم الشرطة. اسم الشرطة بيقول له اطلع بقى على الوحدة المحلية اعمل معاينة وارجع لي. يبدأ يروح المواطن للوحدة المحلية يقابله السادة الفنيين والسيد رئيس الوحدة، اهلا 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 بأعز الحبايب، وتعالى واجبك وضيافتك، ويهيئوه 100%. وفي الاخر تعالى يا حضرة الفني انزل مع الراجل ده هيئه زي ما انا فاهمك وتجيلي على طول. ينزل ياخده على اي بيت عشوائي ومعامل عليه المعاينة كده ان الدنيا خربانة وسقف واقع وجدران بتقع والدنيا خربانة، برغم ان المواطن ده بيته يتعدى 200 متر ويمكن معمول بالحجر او بالرخام او بالسيراميك او بالجرانيت. كل الكلام ده بيحصل بالحرف. يبدأ السيد رئيس الوحدة المحلية يقول له يا رايك كده اتظبطت ولا لا؟ يقول له تمام يا باشا. خدت واجبك ولا ما خدتش؟ يقول له 100 100 يا باشا. يقول له اطلع بقى على الإدارة التعليمية، بلاش تروح الشرطة خلاص، اطلع على طول من هنا على الإدارة التعليمية، سلم لهم الورقة ده اهي وروح بيتك. يطلع المواطن على الإدارة التعليمية يلاقي الراجل الجميل بتاع الإدارة التعليمية قاعد مستنيه. أهلا أهلا بأعز الحبايب، أنت جاي من عند حبايبنا هناك مش كده؟ يقول له أيوه. عاملوا معاك الواجب ولا لأ؟ يقول له ده هيئوني، واجبك عندي بقى النهارده، أحلى شاي هتاخده مني. ويعمل معاه الواجب ويقول له مع ألف سلامة. الكلام ده بيحصل النهارده معانا. النهارده دي عدد كبير من الجوابات اللي تمت بالصورة اللي أنا بحكيها دي. الجوابات دي موجودة وموجود منها قدها يجي 20 مرة اتعمل الفترة دي،
وعلى أمل إن شاء الله اللي هيأكد كلامنا ويأكد معلوماتنا وصحة الجوابات دي لما نطلع بها على الجهة المختصة، وهتنزل تعمل معاينات على أرض الواقع وتشوف هل المعاينة دي حقيقية وعلى أرض الواقع ولا اتعملت بالحب وبسواد العيون. ده اللي هننزل نعمله بالحرف. ولكن معانا موضوع آخر. الموضوع ده اتكلمنا قبل كده بخصوص رخصة. النهاردة اتنين واحدة منهم معمول لها شارع، بس شارع على الورق بس، والشارع اللي معمول المترين اللي قدامه ما ينفعش يطلع بهم دور ولا اتنين، معمول له 5 طوابق. ايه الحب والاحترام ده؟ والرخصة التانية سرقوا له شارع من ارض الجيران عشان يطلع برضه ال5 طوابق. الراجل عيونه جميلة وراجل حبيبهم وراجل ابو الجدعنة، نزعله ازاي؟ ده تقرير كان لازم ننزل بيه ونوعد حضراتكم من الغد. الكلام ده هيكون مرسل على الواتس الخاص بمعالي الوزير محافظ المنوفية، وايضا هنروح بنفسنا بالجوابات دي ونشوف هل معلوماتنا دقيقة ولا الناس صح واحنا بنتجنى عليها. ده كان تقرير حبينا ننزل بيه وبالأصول وبنوجهه لكل أهالينا أهل الأصول. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.